السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معاكم دكتور عمرو الهادي. النهاردة محاضرتنا إن شاء الله هتكون في حاجة مهمة جدا، وهي القيادة. القيادة ده شيء بيهم كل شخص في ذاته، بيهم كل شخص في المؤسسة اللي بيشتغل فيها، بيهم كل شخص في حياته عامة. طيب القيادة دلوقتي لما نيجي نقول من هو القائد، تفتكر أول حاجة بتيجي في بالك مين؟ مديرك في الشغل مثلا؟ رئيس مجلس الإدارة المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها؟ راجل ذو منصب أو سلطان مثلا، ذو منصب قيادي، ذو منصب مثلا في مؤسسة. غالبا هنقول إن غالبا هنقول إن كل دول هم مناصب قيادية، لكن الحقيقة إن القيادة الحقيقية مش مرتبطة بمنصب أبدا، ولكن هي في مديرين كتير قوي محدش بيسمع إلا كلامهم إلا لو اضطر، آسفا. لكن في ناس ملهاش أي منصب لكن كلمتها مسموعة وتأثيرها كبير على كل اللي حواليها. القيادة مش كرسي، القيادة فن وتأثير. القيادة فن التأثير في الآخرين. والنهاردة هنتكلم إزاي تقدر تكون قائد حقيقي ومؤثر في بيتك، ها، في شغلك، مع أصحابك، حتى لو أنت ما عندكش أي سلطة رسمية. هنتكلم فيهم عن 4 محاور أساسية هتغير طريقة تفكيرك تماما في القيادة. تعالوا معانا نبدأ. هنتكلم الأول عن المحور الأول. المحور الأول هو بيتكلم عن إن القيادة فعل مش كلام. يعني إيه القيادة فعل مش كلام؟ القائد اللي بيأثر في الناس فعلا هو اللي بيكون قدوة. الناس مش بتتعلم من اللي بتسمعه، لكن بتتعلم من اللي بتشوفه دايما بعينيها عشان بيتحقق. طيب ناخد مثال. مثلا اول حاجه هو بيعتمد على مجموعه من العناصر. فاهم ازاي؟ اول حاجه عشان تكون قائد بالفعل مش بالكلام، لازم تكون انت المثال. يعني ايه انت المثال؟ يعني لو عاوز تغير حاجه في فريقك لازم تبدا بنفسك، لازم بتبدا بنفسك انت. ماشي؟ مثلا انت راجل بتطلب من الموظفين بتوعك ان هم يجوا في مواعيدهم، يلتزموا بمواعيد الشغل. يبقى لازم ابدا انا بنفسي ان انا اكون اجي الشغل في ميعادي بالظبط، بحيث ان هم لما يشوفوني اه الانسان ده بيجي ايه في ميعاده مظبوط. لازم يكون ايه، يكون هو قدوة حسنة لينا، فلازم نعمل زيه. فبالتالي بيخلق نوع من الاحترام اكتر وثقة اكبر بكتير قوي من اي اوامر. بدل ما افضل امر ها وما اعرفش ايه، لا، ما يشوفني انا مثلا، لا، بعمل اللي انا بقوله، هيحترمني، وبالتالي هيكون ايه، هيعمل زيي. تاني حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش سوري انا اسف، مقوله بتقول كونوا دعاة الى الله بغير السنتكم. المقوله دي قويه جدا. ليه؟ الدعوه او التاثير هنا بالفعل، مش بس بالكلام، لا، ده بالفعل. لما الانسان يعمل الحاجه قصاد الناس او يعمل حاجه، فاهم ازاي، والحاجه دي تظهر امام الناس. يعني انا واحد مثلا اه عاوز الناس يتعلموا مثلا افشاء السلام، ابدا بنفسي وابدا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وهكذا. طيب تاني حاجه ايه هي؟ تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه، لازم القائد الحقيقي بيتحمل مسؤوليه اخطاء فريقه. مش هو مش واحد اخطا يفضل يلومه، لا، ده الفريق كله. الفريق كله تماما هو عباره عن شخص واحد، هو عباره عن تيم وورك واحد. زي عباره عن مجموعه من المكونات او مجموعه من الافراد بيمثلوا فريق واحد، زي فريق الكوره كده. فمثلا ناخد مثال.
لو مدير مشروع مثلا بيواجه فشل في مهمة معينة، بدل ما يلوم فريقه، لا يقولوا الخطأ ده مسؤوليتنا، مسؤوليتي أنا، واجبنا كلنا نصلحه سوا، كلنا نصلحه سوا. كده هو بيبني فريق صلب، ها، مش خايف يغلط عشان يتعلم. لكن انا لما افضل الومه، مش عمره ما هيتعلم، عمره ما هينجح، عمره ما هيوصل ان هو يبقى قائد في المستقبل، مستحيل. طيب، المحور التاني ايه؟ المحور التاني ان الناس، القيادة ثقة. القيادة ثقة مش اوامر. يعني ايه القيادة ثقة مش اوامر؟ الناس مش بتتبع الاوامر، اللي ايه، الناس بتتبع الثقة. لما نثق في حد بنكون مستعد ان احنا نتبعه من غير ما يقول لنا، من غير ما يقول اي حاجه. فدايما حاول ايه، تستمع بقلبك مش بودانك. القائد اللي بيسمع بس، ها، بيبقى ده مدير. القائد اللي بيسمع عشان يفهم ويدعم، ده مؤثر. ناخد مثال. لو موظف بيجي لمديره بيشتكي من ضغط الشغل، القائد الحقيقي هيسأله على ايه؟ عن الاسباب، ويفهم وجهة نظره ويحاول يلاقي حل. كده بتحول من مجرد مدير لمصدر دعم، يقدر ايه، يدعمه. فبالتالي، ها، دافع الشخص ده ومحبته للقائد بتاعه هتخليه يعمل اللي القائد بتاعه عاوزه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى نفس ذاته العلية بيأمرنا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم. طب ده بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا ان الاستماع للناس ورأيهم مش رفاهية، ده اساس القيادة الناجحة نفسها. تاني حاجة، احنا حاجة اسمها ابن جسور مش حواجز. القائد مش بيخلق مسافة بينه وبين الفريق بتاعه، القائد بيبني علاقات. علاقاتي مع ده وده وده وده. يعني هناخد مثال مثلا، لو مدير بيسأل عن أحوال موظفينه بشكل شخصي، وبيشاركهم في اهتماماتهم وبيشاركهم في احتفالاتهم، ده بيخلق نوع من الولاء حقيقي. بيخلق الموظف، بيخلق ولاء حقيقي، بيخلي الموظف مستعد ان هو يشتغل بقلبه، ها، مش بوقته ولا بمجهود، لا يشتغل بقلبه. يبقى خايف على الشغل، خايف على المؤسسه بتاعته، خايف على الفريق بتاعه. طب المحور الثالث ايه؟ المحور الثالث هي القياده الهام مش اداره. القياده الهام مش اداره. طب القائد مش بيوجه الناس دايما. يعني دايما القائد مش هو شغلته ينظم المرور، هو ها، يوجه الناس، امشي يمين امشي شمال، لا 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 لا. القائد دايما بيلهمهم، ها، وبيوريهم احسن ما فيهم. ازاي؟ فمثلا ده بيكون من خلال مثلا قوة التفويض والتمكين. يعني انا لما اكون قائد وعندي مثلا، يعني مثلا القائد صح بيعرف ان مهمته مش ان هو كل حاجه يمارسها بنفسه، لا هو بيوزع المسؤوليات على فريقه وبيثق فيهم. ناخد مثال. المثال ده بيقول مثلا، بيقول لو مدير بيطلب من الموظف بتاعه، من موظف صغير في السن، انه يقود مهمه معينه، ده مش بيخليه بس ينجز الشغل، لا 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 لا، ده بيخليه يبقى قائد جديد، قائد حقيقي في المستقبل، ها. فبالتالي انت قائد لفريق، بتزرع في اللي تحت ايدك ان هم يكونوا قوات في المستقبل، يكونوا رؤساء في المستقبل، مديرين، قائدين مؤثرين في مناصبهم في المستقبل. طيب، رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احب الناس الى الله انفعهم الى الناس، صلى الله عليه وسلم. فدايما القائد النافع هو اللي بيفيد غيره، بيفيد غيره، مش بيفيد نفسه بس، وانا رايي وانا لا 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 لا. دايما القائد هو اللي بيلهم غيره، هو اللي بينفع غيره وبيساعدهم انهم يكبروا ويتطوروا، مش يخبي عنهم خبرته
يخبي عنه مثلا الشغل، ويقول انا الشغل. لا 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 لا. تاني حاجة ببدأ أشجع الناس واحتفل بإنجازاتهم. إزاي؟ دايما لما موظف صغير عمل إنجاز حتى لو صغير، إن أنا أحتفل بإنجازه ده في حد ذاته بيبقى مفعول سحر بالنسبة له، بيوجد له قوة دافع رهيبة تدفعه للأمام، بحيث إن هو يعمل بدل الشغل 10 عشان يثبت نفسه. فبالتالي أنا قويت الرغبة عند الموظف، وحسسته إن هو قائد الفريق مش أنا. طيب ناخد مثال، فريق بيخلص مهمة معينة في وقت قياسي. القائد الناجح دايما بيحتفل بالنجاح حتى لو كان بسيط، وبيقول كلمة شكر وتقدير، أو بيشجعهم بيحفزهم بطريقة ما عشان يكرروا النجاح تاني وتالت ورابع وخامس وهكذا. طيب المحور الرابع والأخير إن القيادة وقت الأزمة. يعني دايما القيادة الحقيقية بتبان تحت ضغط، تحت المشاكل. فالقائد مش اللي بيقود في الأوقات السهلة أو الأوقات اللي خالية من المشاكل، لا، القائد هو اللي بيقود في عز الأزمات وعز المشاكل. طيب ده بيتم من خلال إيه؟ بيتم من خلال ما يسمى بفن الصمود. القائد دايما بيكون قادر على التحكم في أعصابه، قادر ويقدر يفكر في وقت الأزمات مش في وقت الإيه، عدم المشاكل أو كده، لا. طب ناخد مثلا شركة بتمر بأزمة مالية كبيرة قوي. طب القائد ده هل مثلا هيتفزع ويتوتر من المشكلة دي؟ هيخسر الثقة في فريقه؟ لكن القائد الهادي الراسي اللي بيقدر بيقودهم بخطة واضحة دايما، وبثبات، وبيكسب احترامهم وولائهم، وبيخليهم يشاركوا في حل المشكلة. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا وبشر الصابرين. الصبر مش مجرد انتظار احنا بننتظره، الصبر هو القدرة على اتخاذ قرار صحيح حتى في أصعب الظروف. يبقى الصبر مش ان احنا بنفضل ننتظر، لا وما اعرفش ايه لما ربنا، لا لا لا. الصبر هو القدرة على اتخاذ قرار صحيح حتى لو في أصعب الظروف. تاني حاجة، حول المشكلة لفرصة. يعني دايما تحول المشكلة لفرصة. كل أزمة جواها فرصة، والقائد الحقيقي هو اللي بيشوف الفرصة دي من قبل ما أي حد تاني يشوفها. طيب لما نشوف مثلا فريق عمل، تيم يواجه رفض من عميل مهم. طب هل القائد الناجح مش بيستسلم؟ لا، بياخد الرفض ده فرصة عشان يتعلموا من أخطائهم ويحسنوا المنتج بتاعهم. الخلاصة ببساطة إن القيادة مش منصب، القيادة دايما في التأثير، والتأثير ده بيتبني على 4 حاجات. إن القيادة فعل قبل الكلام، وثقة مش أوامر، إلهام مش إدارة، صمود وقت الأزمات. افتكروها دايما إن القيادة سلوك مش منصب. مش أي واحد صاحب منصب يبقى قائد، لا، بل هو سلوك دايما بيأثر في اللي حواليه، بيأثر في نفسه وبيأثر في حواليه. يبقى الخلاصة في كلمتين: القيادة هي تأثير، والتأثير ده بيبدأ من جواك انت كقائد. السؤال دلوقتي، امتى هتبقى قائد؟ امتى هتبقى قائد؟ هو ايه السؤال؟ مش امتى هبقى قائد، السؤال هو ايه اول خطوة هاخدها النهاردة عشان ابدأ رحلة تأثيري في الاخرين. فكر فيها كده وابدأ بالتغيير، واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله.